بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زخبركن أحوات كمون أحد أب ملوء كرنات عالم تركبوا بسلام أب رخوان كتهلوا لا تمنخوا. زي جميرنا يدلنا تمرتي كتاب رياض الصالحين، تمرتنا إن شاء الله خنقصلينا. حديث السابع: وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن هيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القريشي الزهري رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمد لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن الباس سعد بن خولة يرث له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعوده في مرض ألم به، وذلك في مكة. سعد بن أبي وقاص من الأوائل المهاجرين، تركوا ديارهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى. سعد بن وقاص كافتيوم مجمريا هجرة زغبرو نربي لهم زغدفو ገንዘቦውን ንብረቶምን ካፍቲኦም ናይ መጀመርያ صحابة عبيتي ዝነበሩ سعد بن أبي وقاص، كذلك كافتيهم 10 مبشرين النبي عليه الصلاة والسلام زبشروهم بالجنة أب هوتهم كلو كيموتهم كلو نبي عليه الصلاة والسلام بشرهم كافتيهم 10 حدهم. اليوم 10 زيوم بحدا حديث متيوم حديث عبد الرحمن بن عوف في الترمذي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وزبير في الجنة، وأبو عبيدة بن جراح في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة،
سعيد ابن زيد في الجنة اليوم عسرته انتدى عسرته من اليوم ذكر يوم حديث في الترمذي زماتو النبي عليه الصلاة والسلام عسرته اليوم أبي هو من كله لجنة لهم زمسكروا لهم يوم اليوم راح يكونون ولكن المشهور كل جزء أبحد حديث لازمته اليوم عامة الناس زفلتهم يوم ولكن المحصورين يكونون النبي عليه الصلاة والسلام أبي هو من كله زمسكروا لهم كابهم وصعي نيرهم يوم مثال ذلك خديجة رضي الله تعالى عنها النبي عليه الصلاة والسلام نذكرهم لن كذلك عكاشة بن محسن وكذلك امرأة سوداء النبي عليه الصلاة والسلام جاءته كانت تسرع في حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام أنا يودقي حماما للنمو دعاء قبر لي مسبلتهم النبي عليه الصلاة والسلام أمري أمن إن صبرتي لك الجنة وإن شئتي دعوت الله لك فشفيت النبي عليه الصلاة والسلام كم تب حديث انت دا صبر جيركي جنة لك شعون تايمريت أن زين سلام سبيتي لوك لايك كاب أفريقيا زخانا أني صبر قبري ولكن دعوا الله لي أن لا أتكشف زياتهم أبدا حديث زي تتقصوا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام انتهي زقبور لهم يوم شهد لهم بالجنة القاعدة لنا السوخاني حدث ناي جنة إلكا ممسكار أي فكادنيو إلا من شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام زي ما ذكروا لهم زيهم عسرت زيهم تقصناهم كذلك زيهم كالوؤت حديث صحيح زمتو النبي عليه الصلاة والسلام زي ما ذكروا لهم طرحنا نمسكر ناي جنة النمبر اكلكو طعينيرو اكلكو خمزنيرو اكلكو ناي جنايو مبال اي فكادنيو لانه الخواتم الله سبحانه وتعالى يزفلطو مهما كان سب زغبر انت غبره اقدم سب صبو ولا انت غبره اتخاتمناتو جن انت ايو الله سبحانه وتعالى يزفلطو اسال الله سبحانه وتعالى ان يحسن خواتمنا الله سبحانه وتعالى ناي مجرشا غيزنا زبلطن زطبقن اب قول لا إله إلا الله محمد رسول الله نموت يكبرنا سلازي حدثب مسكر ويكا كبل يفقدونيو إلا من شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة سلازي يوم سعد بن أبي وقاص قفتهم حسرته حد النبي عليه الصلاة والسلام زمسكروا لهم قفتهم مجمر أوائل هجرة زقبرو مكة قريفهم المدينة زخدوا عبي صحابي يوم النبي عليه الصلاة والسلام أب حجة الوداع نايم جمر يعني نايم جرشان زقبر وحجهم قبر مسموت مكة مستملسوا النبي عليه الصلاة والسلام من عادته كان يزور أصحابه صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كافت صبوت أبا يوم النبي عليه الصلاة والسلام عرفتهم زحامة موجبة حنيرم بتكبار كيدهم يبصحوهم نيرهم لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا النبي عليه الصلاة والسلام زبلوا صوت أباي زنبرهم النبي عليه الصلاة والسلام اتي كتلهم ويكا كمرو موديل ناتنا خنقبرهم يعني يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الله سبحانه وتعالى كم زبلنا نبي عليه الصلاة والسلام مثل قتلهم تناي الله سبحانه وتعالى فتوت أبهي وتنا نركب مالتي سلازي النبي عليه الصلاة والسلام كم زبولنا أقال حديث حق المسلم على المسلم إلهم ذكروا حديث حدقوا إن مرض إيش فزره حدا حوخس لاماي مزحمم انت كتقبره كتبصحو اتي كتبصحون كلها اتي مورال زهابكايو اتي زياره زغبر كالو ايرسعونيو طبوق سلازخونه كافت حاده طباي كنغبرو زغبانا نغير سلازخونه ازي نبي عليه الصلاه والسلام ان هله ابز حديث زي سعد بن ابي وقاص مسحاممو قيدهم انت غيرمم بصحمم نعم
وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود المرضى من أصحابه كما أنه يزور من يزور منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، على أنه الإمام المتبوع صلوات الله وسلامه عليه كان من أحسن الناس خلقا وألينهم بأصحابه وأشدهم تحببا إليهم، فجاءه يعوده فقال: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، أي أصابه الوجع العظيم الكبير. مسبت حوم نبي عليه الصلاة والسلام مسكدوم مسرائيوهم: يا رسول الله، كبيدني زحمام حميمة زلخو كم زتريو زلخو بطعام خبيدني زلو إلهم سعد بن أبي وقاص نمن النبي عليه الصلاة والسلام نجيرمم أي أصابه الوجع العظيم بطعام خبيدهم. وأنا ذو مال كثير أو كبير، أنا خاء حبتامي جنزب لني أن عنده مال كبير ولا يرثني إلا ابنة لي، ولادك أي باللين بجنك حنتي إذا كل نبرتي تورثو حنتي قالئة إلهم النبي عليه الصلاة والسلام انتهي قبروهم ينقروهم: أفأتصدق بثلثي مالي أموسي كابزي حبتي كابزي نبرتي سي كلتا إيدو خصدق 2/3 ثلثي مالي انتهي قبر صدقاء دخوت إلهم النبي عليه الصلاة والسلام يماخر ومالو. النبي عليه الصلاة والسلام انتهي لهم: لا، أي تكبر أي تفكدني دحريوخه. فقال: قلت الشطر يا رسول الله، ورباط حاف فرقك نايت النبرتي فرقي نايت جنزبي صدقة خوت صدقة هات استفتوي. النبي عليه الصلاة والسلام كم زبولنا حدث بيوم القيامة أبتي تحتناي صدقناتو يزخون صدقة قبتي ناي رب سبحانه وتعالى قطعي يزحليو صدقة بزح أجر زلو. النبي عليه الصلاة والسلام زنقرونا حيجي سعد بن أبي وقاص أبزح حمام ناي فراش ناي موت حمام كلو جن إذا عينت إذا صدقة قبر إلهم مسحتهم. النبي عليه الصلاة والسلام انتهي لم يملسوا لما له: لا انتهي حكمه إن شاء الله نفس الحديث كنرينا. سلازي خفتي كلتا إيد 2/3 نات كان نبرت أب حمام ناي موت انكلها صدقة توصي أي فكذا كانيو فرق نادون صدقة توصي أي فكذا كانيو ويوسيا تقبر أي فكذا كانيو. دحرايلهم قال: الثلث والثلث كثير. سيسوخي مسبولوم 1/3 مسبولوم سعد بن أبي وقاص. نبي عليه الصلاة والسلام انتهي لمم اتسيسو خمان اندا بزحي تفقيدو الكالو، ولكن اتسيسو خمان اندا بزحي. نمنتهي النبي عليه الصلاة والسلام ازي خقبر ديدا ليولو دلو: أفأتصدق أي أعطي صدقة. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأن سعد في تلك الحال كان مرضا يخشى منه الموت. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أبزي جزي حمام ناتهم من تأنيرو أمج أرشا هنتات حماق هنتات سلزنبرة. النبي عليه الصلاة والسلام نزعين صدقاء قصدقون تيقبر لمن أي فقد لمن أيد لي لمن. فلذلك منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بأكثر من ثلث، لأن المريض مرض الموت المخيف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من ثلث. سلازي حدثب أمج الرشاهي وتو حمام كله كابتي سيسو نبرتو صدقاء قوت ويوسيا خقبر أي فك أدوني. إذي سيسو خمان اندابزحي 1/3 كابتي نبرتو إسو خمان اندابزحي لهم نبي عليه الصلاة والسلام، لأن المريض مرض الموت مخيف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من ثلث، لأن ماله قد تعلق به حق القير وهم الورثة. أوريدي تجنزب ناتكا نبرتكا كباقة حليفو نايكالوت رايت نايكالوت حقي سلا دساقا قرزلو سخا نو مور رايت يبلكان أفتن جنزب كخلو خمان أفتن جنزب كخلو نو مور رايت يبلكان نمنتايتي زموتو مور حق اللوم أفتي جنزبكا ولا جنزبكا خلو سي أبزق وان الزقن انتايو حق يبلكان
سلازي الدين الإسلام ناي سمعيت أيكونن ويكا أنا خلاص تجنزبي بمولو صدقة وطلي مسجد سرح لي بمولو ويفرق ويلكا خطوت ويكا صدقة تجبر إذا بسمعيت تبقسه ويكا بخالق جن أبدين بحرمة إخاء نبي عليه الصلاة والسلام ناتهم من قد انت لا تختلنا لا هيفكدني لأنه ده يفكد اللخاني انتايو نبي عليه الصلاة والسلام زبلوه هيا نسمع إن شاء الله. قدميو انتدعى حمام يبلكان تعويقا شجر يبلكان هذا يجوز جنزب كاد اللايك هتكبر تخيلها تدليخا بثلث مالناتك تصدق تخيل تدليخا بنصفنات تصدق تخيل تدليخا كمان انتي بمولو صدقة توت تخيلها بمولو كمان صدقة توت تخيلها ما في حرج كله لا حرج عليه لكن لا ينبغي أن يتصدق بماله كله إلا إن كان عنده شيء يعرف أنه سوف يستغني به عن عباد الله بقول له جنزبك صدقة أي توصي except انتدعى مي بخالق مين سهلوا كاخون سرفايف تجبر ويكا كتنبر خالق قبل ولكن بمولو جنزبك أو تيها تشجر له جسب تريال له ندحرت خون كان لا أي فكرني لأنه أبشجر كي تأتو كل جزء شريعة تأيو كل جزء اتي مفاسد يزكلاقل مصلحة يقدم كل جزء قاب شجر صدقة وشها أبشجر كاب تأتو لا صدقة قرباوت نعها كمان أبشجر هيتوتو سلازي كل جزء دين لونج فيجن يزلوا بس معيتات زغير يكونن كل جزء ناي النبي عليه الصلاة والسلام إرشادات كل جزء ناي نويح شجرنا خيتبقاتو قدعاتات كي بزح نزل مكلخال كافت سمعيتاتنا انتاي قريفنا قول النبي عليه الصلاة والسلام مسنختل هذا هو الفلاح اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله واستغراره. نعم. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع أن يتصدق بأكثر من ثلث وقال الثلث والثلث كثير أو كبير وفي هذا دليل على أنه إذا نقص عن ثلث فهو أحسن وأكمل ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه لو أن الناس عدوا من ثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير بل ابن عباس رضي الله عنهم أحد العلماء الصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعين انتهي بلو نيرم سبات سي كاب سيسو ناب ربعيت ناب 1/4 انت تتسقاقرو كمان زبالة نيرو يبلو نيرم لمن تايسي نبي عليه الصلاة والسلام سيسو الثلث كمان سي بزح سلازبالو كل جيزي the more you go less the more better the more نتحت وردنا the more كأنتايو زبالة يخونلنا بل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم انتهي بلو نيرم أرضى ما رضي الله لنفسه بل أنا خمسة وسياخ قبر نسب زفتو ويكا زينيروناتهم رأي زينيروناتهم فتوانا سيدنا أبو بكر كا انتهي بلو نيرم أرضى بما رضي الله لنفسه الله سبحانه وتعالى كم تزبلنا أنفال لله خمسه ولرسوله له أنفال زقلت لنا اتي 1/5 خمس زبلو الله سبحانه وتعالى نعو خيقونسي علماء التفسير يقول هذا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض جنزب خافتي غنيمة حنت نجر لله هبتام زخنة قويتا مريت سماين نعو نعتو زخنة belongs نعو زخنة قويتا منمنا أي قبرلني ولكن زي نمنتاي نبارك النبي عليه الصلاة والسلام تخمس النبي عليه الصلاة والسلام كافت غنيمة زتوسده ننعوم يخدل لهم نيرو دليتهم كاو انتاي قبر نيرم يصرفوا نيرم وبيت المال كأب دحريهم تي بيت المال يأتوا نيرو المهم تخمس سيدنا أبو بكر بوخ أي فتوى يقبر نيرم كاب ثلث نبي وريدم ابن عباس نب الربع سيدنا أبو بكر قا ناب خمس سلازي تم علماء انتهي بلو نيرم اتي 1/5 خمس تزبلت أسب وسياخ قبر يحيش
كاب بزح كاب ثلث انتهي لهم النبي عليه الصلاة والسلام والثلث كثير أو كبير ثلث كمان والسب حميمو وسياخ قبرن كله صدقاء وصليك بلن كله ثلث مال ناتو كمان اندا بزحي إذا قلوا نزحت نورد زلنا اسكي انتهي بلو نبي عليه الصلاة والسلام الحكمة نمنتهي من يعمو النبي عليه الصلاة والسلام ني سعد بن أبي وقاص إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس سبحان الله اتيوم بيتسب كاسي اتياسة بيتخا اتيوم دقخا كاب جنزب كا بمولو أو تخا ترحم تقدفهم ويتقدول اللهم خير لك بلي فتوالكا زفتو يخونكا نعاهم كتقدف اللهم نمنتايسي تبح نقهو سبات كيدهم كي حطو سبات سبيتخا قول بابا كي تقلع تشجيري لا جنزب كلكا بهوتكا نخالقوت انت دا وطيخايو ندق انت دا وزعكايو تجنزبكا دحار مسموتكا تيومورا ساناتكا انتاي كيكونو نخي شجرو سبحان الله ريت مصلحة تسمعيتات زلو حج انتايو تسمعيتات لا انا اجر اخرخ بلي كمزخ سرح كمزخ قبل إلكات تقبرن لا ولكن الدين شريعة نبي عليه الصلاة والسلام إرشادات ناتهم جن انتايو لونج فيجيني كل جيزي تمسلحة يقدم لا سبيت خاخد تقاملو تيوم ورثنات خاخد تقاملو يحيش كاب نخالق دقخا كاب صدقة توصو مع ذلك صدقة خمد نفلتو فتو عبادائي زدفتوي ولكن ازي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام سنقبر كل جزين تايو اتي تزبالت اخونا لنا اتي النبي عليه الصلاة والسلام متبعناتهم هو ايش الفلاح نعم لا يظن الإنسان أنه إذا خلف المال وورث منه قهرا أنه لا أجر له في ذلك كم زحد حدا سبب جنزبي مسموت كوت تعوتلو ورثتي كتصاوتلو دي سرحكملو زي تعابكملو أنس بهوتي كلكو حج حميما كلكو نخلكو وزعي لا كم يكونن ولو واجب يكون ولو ناي قدن يكون نايتيوم ورث ناتكا يتحلال فنبر أجر لك أجري لك نمنتاي إذن يازخ الوكال له إذن يازم استقبر لأنه اتيوم ورث ناتكا بتجنزبكا غيروم نسوم سرفايف كقبرو كافر كقبرو قبل ما ناخد حنو ازي خون الله سلازي ازي مزو خون كاني كتقدر فلم كلها ازي سلازي خون اوتوماتيك اذا اجر لك بل حدا اجري يكون انزل لك انت دعات الصدقاناتك انت دع ندق وزعكايو نخالي هبكايو حد صدقه عدلاتك ولكن تصدقاناتك ابدك خان ابسبيت خان ابتيناتك ورستيناتك مستقدفو قد حرموتك صدقه وسيله يحسبلك صدقان حدا صدقه مولي يحسبلك حدا خا ناي بيتسب ناي زمدنا صدقه خاني يحسبلك كلته حدا ناي زمدنا اجري وخالق اني اتي ناي صدقه يقول الشيخ رحمه الله وصدقه على القريب افضل من الصدقه على البعيد لان الصدقه على القريب صدقه وسيله وقوله يا رسول الله نعم لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك بل حتى أبجزخا التوتو نفقة حتى نسبيتخا ندقخا سرحكا آتخا التبلعهم التستيوم التخدنم إذي الله سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر الله سبحانه وتعالى أجري يصحفلك أجري يختبلك لأنه زي واجبي سبعي الرجال قوامون على النساء سبعي سرحوا خاتون جزء واجبك ولا تخونوا ولكن إذا سبزي نيام الزجبر تغي بها وجه الله الله سبحانه وتعالى أجري يوم القيامة زيزب العمد الله زدست يوم الله نسبيتين دكي مزبل زي الله سبحانه وتعالى أجري خطبلك حتى
ما يجعل في امرأتي حتى أبقافا زخلصها نسبيتو صدقة يحسب له حتى أبقافا نسبيتو زخلصه انتا يحسب له صدقة يحسب له سبحان الله. هذا إرشادات النبي عليه الصلاة والسلام اتي إسلاماوي بيتسب اتي إسلاماوي جزا نايب حقي النبي عليه الصلاة والسلام ترى تختلنا انتاي زحضر لنا زو كل زي أجر تركب فقري نسبيت حق تقول لسانك الله كم تفرح تقول لسانك الله تعيبك لك سريحكي كاليتي إلكا تقول لسانك كتبلع صبو معاشرة تقبرنك الله أبيت سبك أبدك نسبيتك كم زي النبي عليه الصلاة والسلام زبلنا زلو حتى تي واجبك يكون كأنبر إذا تقبرنك الله أجر لك. ولذلك إذا انت دا قال له قبل بخا انت دا أجر لنيل كان انت دا أتحسب كنك ولا دخيم كامتئخا ولا تعب كامتئخا ترأيت بلو له منها خوفي لكم تولعوا لكم خوفي لكم تسوتوا لكم أنا تعبي أنا بلي أنا إذا تزربا قام مؤمن انتايو زرحقي لأنه يحتسب أجره إلى الله سبحانه وتعالى. إذا زقبرو زلخو أجري أمدى ربي ألني حتى أبقى فاتقول لسائلهم النبي عليه الصلاة والسلام إذن خلاص كأ إلا من رحم الله إذي جزاوتي يعني كبل خل زتأفأ سنة إلا من رحم الله نسبيت خام خلاص إذي يعني بتعمي فقري زحدر سلام زمت بركة زمت أبيت سب إذا عينت زي النبي عليه الصلاة والسلام كم يعني نيفقري بيتسب رومانتيك بهالخيل أب جزان يا إسلامي كم زي مستقبر بركة فقري أجري تركب بل بعد الناس انت دعا سبيتو تيكير كجبر يومو مساكو كلسا ولا انتر يومو أنستي ميبين ذحرينا وإذا دعا رمزي السماع يعني تدريزون ديو ويكا بجكا سبيتو خالي زي بلو خمزي زربا ولا أنت سمعك لا يدرك خقد سكا يبلون لأنه نبي عليه الصلاة والسلام يمزب لنا زلو خيركم خير للنساء وأنا خير للنساء. نبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح زبالنا زبالت أخباكم زبالت أنا سبيتو زبالت نسبيتو أنا خا زبالت قينا نستيلمنا نبي عليه الصلاة والسلام سلازي نسبيت خا تبو مخان نسبيت خا معاشرة مقبال تبو اللايف محلاف سبحان الله انت دعوت إخات نافقك هنا ممت أخا دهنتوان تداخينو مسوت أخا انت شمو بالعكس هاي تكون نسبسب على قليو خواتهم كله أنسو زحقوسا دك خا زحقوسو يدونجي با خمزي با خمو أي تقن ولكن سبيت خاتنا فقك دك خازنا فوقها هنك أوتاد تطبي وخان تخينهم هنيئا لك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كم زبالنا اتزبلت أسبكو قبت زبلت كاسبيها مالتيو سو انتي كنقبري قبعنا كنجتهدي قبعنا عبيت سبنا عب سبيتنا عبدقنا عبزق نردو زلنا تحقي كل ننا تحق مسنهبو عبتحق زي ما هابي خلل زمن تزلو حجي مثلا نايد حقي مس ناي سبيت حقي خونا يكلني لأن نايد حقي مس سبيت كراقبا يكلني سلازي نايد نبينو نايد نهب نايبو نبينو نهب ناي سبيتي نبينو نهب إذا مستقبر النبي عليه الصلاة والسلام كم زبولو واعطي كل ذي حق حقه كل الناس مستهبو انتايو الحكمة زبها للسيو وضع شيء في مكانه ببوتو مستهبو ندخا سبحان الله أدي مهما كان زبلغ تبلغي زقبر كان تقبركا ناتا قتركبو دي تخيل ناتا حقي وفاق تقبرو دي تخيل أدي يعني اتي زولدتك جميرات انسي ابجعت ورحبك بداقيرا مسحرتك دلو قنزا دحارك تعبيك مسحمم كاسهيرا إلى آخره انتهي مو تتصبصيبو زي ودا نجر نايد حقي مهما كان كم زحجي ناي
سبيتي يكون كالك قربه زي كل ولا حنت كالرخب زي كل نجاريو مع ذلك جن النبي عليه الصلاة والسلام من سبيت خاخ عيني آفاق تقول ساق لها انت لك أجر لك يبلنا اللو سلازي ببو تون هبو نا يد حقي نا يد نهب نا يبو حق نا يبو حق نهب ناي سبيت حقي ناي سبيت نهب سلازي كل نناتو مسنهبو الله سبحانه وتعالى عبز الدنيا زين تاي قبرلنا بركة زلو حياة فقري زلو حياة غيرو أبي يوم القيامة خاني مس كله مس بيت سبكا مس بيتها مس بخا مسدخا ولكن نحاده يبقى نحاده مستقدل أبزي خلل مس بيتها قبدخا لعل تبلص أنت خونك هذا خسران الله أديها مس بيتها كتبلص آيت خلني خا لمتى أدي مكان ناتا فكما جاء في صحيحين النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حق الناس بصحابتي حق الناس بصحبتي لم صحبتهم رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال عليه الصلاة والسلام قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ربعي أبو من درجة أدع ثلاثة جزء حق الصحبة زلكا مسخاق تكون زلوا كتخدم زلكا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما زولنا الله سبحانه وتعالى ولكن زغل زي جيركا نسبيت خارس سعك أيقونا سبيت خاقاني أبجز خاقا انت هبا فقر هبا رحمة هبا بلا خلصا خمز النبي عليه الصلاة والسلام نريئو زلنا سلازي ازي مستبلع حديث أبز موضع زناتنا انت يجلو حتى نتي سبيت خاقا تخلصو انت لك أجر لك سلازي نيا نقبر كنسرح نكلنا كندك نكلنا إذن رب سبحانه وتعالى أجر لنا إلنا انت نقبر كل جزء قبل بنا مس نقبر اتلايف ناتنا إيزي خونلنا اتدخامك يفخسلك عبك زخاخ أني فقر تقبر رحمة تقبر نبيت سبك أنت تقبرهم يحقوسوا بأخا نسخاقا تفتاو بقوم تخون كما كنت تقول عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام أبجزام سأتوسي انتايلا كان في خدمة أهله نسخاقا عاتقا مستحجز مس أقوحوت مستحصب أقول عت مستحجزا زغل زي انتاي نعا حجزيو سبعي زبلو ترير بمخان ويتوجي الكامتا وحما ديكونس لا تزبلت ايه أبجزاخا تزبلتك نسبيتخا تزبلتك ندكخا مستقون نستخا قابلو تمو أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا ويزيدنا علما